مساء الخير. شايفين الجمال؟ النهاردة هنقدم دونات بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف خالص. هنجيب بولة ونحط عليها كوباية إلا ربع لبن دافي، لازم يكون لبن دافي عشان الخميرة تنشط معانا. كيس فانيليا وزيه كيس خميرة جافة، ومعلقتين سكر عشان ينشط الخميرة. هنقلب المكونات كلها مع بعض. هنحط واحدة بيضة واحدة بحرارة الغرفة، ونقلب كل المكونات مع بعض. هنجيب كوبايتين دقيق منخولين، نحط اول كوبايه ونقلب شويه، بعد كده نحط الكوبايه التانية. هنا هنبتدي مرحله العجن، نبتدي نعجن العجينه بايدينا زي اي عجينه بتعجنيها. هتلزق معاكي في الاول، هتفضلي تعجني لغايه ما تلم منك، مش هتبقى ملزقه. هنجيب بعد كده معلقتين كبار زبده، عن اي زبده عندك بس تكون بحراره المطبخ. هتلزق في ايديكي شويه، مفيش مشكله، ابتدي اعجني فيها. وبعدين هنحط في ايدينا كده حبة زيت صغيرين نلم بيهم العجينة، لكن مش هنضيف دقيق، هنلم بس، فالزيت هيساعدك انها تلم في ايديك. نعجنها كده شوية عجنة حلوين 5 دقايق ونسيبها تختمر. نيجي بعد كده نعمل الكريمة اللي هنحشي بيها الدونات. كوباية ونص لبن، كل ده احنا مش مشغلين النار عليه. هنحط 3 معالق صغيرين نشا. اللي هنحطه دلوقتي كريم كراميل. هنجيب الكيس بتاع الكريم الكراميل، هنحط نص الكيس. لو عايزة تستغني عنها بتحطي صفار بيضة. ونحط معلقة دقيق، 4 معالق سكر، كده هيكون سكرها مظبوط. ونبتدي نقلب، وبعد كده نبتدي نشغل النار عليها على نار متوسطة. تفضلي تقلبي كده في الخليط عشان ما يعملش تكتلات. تقلبي لغاية ما تبقى معاكي كريمة سخنة. بعد ما تشوفي القوام اللي انا هبينهولك في الفيديو دوت، نطفي عليها ونحط عليها كيس بلاستيك عشان ما تعملش قشرة، بس سامحوني الفيديو ما بينش ده. هنجيب ورق زبدة او ورقة كراسة زي ما انتوا شايفين، ونطبقها بنفس شكل الفيديو اللي انا عاملاه. احنا عايزين ناخد مربع صغير، المربع دوت اللي هنخلي الدونات تبقى عليه تختمر، عشان الدونات ممكن تلزق فيه. معلش بقى، انا جبت لكم بسرعه العجينه، قسمتها لبولتين، وكل كوره عملتها مستطيل، وكل مستطيل قسمته من النص، وكل نص عملته 3. اذا المستطيل بتاعنا بيعمل 6 دوناتات، يعني المقدار كله الكوبايتين الدقيق عمل 12 دونات. نكورها زي ما انتوا شايفين وحطيتهم على جنب. ايه بقى المرحله المهمه دي؟ خطوه مهمه جدا. هنجيب طبق ونحط فيه معلقه دقيق، ونحط اسفل الدونت. الخطوه دي مهمه عشان الدونت ما يلزقش ونعرف نمسكها ونشتغل بيها، ونسيبها تختمر. بعد كده هنحط الزيت على النار متوسطه، ونبتدي نحط الدونت واحده ورا التانية زي ما انتوا شايفين، عشان الدونت تستوي من جوه زي ما تستوي من بره. دي خطوه مهمه. بعد كده بنجيب الكريمه بعد ما بردت طبعا، بنبتدي نفككها بالمعلقه كده ونضربها بالمضرب الكهرباء لغايه ما تبقى زي الكريمه كده معاكي. هنجيب طبقين ونقسم الكريمه، ونجيب بديل النوتيلا ونحطها عليه معلقتين كبار. انا عملت بديل النوتيلا وبديل الكندر. لو ما عندكيش ده او ده، هاتي شوكولاته خام وسيحيها وسيبيها وحطيها على الخليط، بس بديل الكندر بتدي طعم حلو قوي، وبديل النوتيلا هتلاقيهم عند مستلزمات الحلواني. بجيب بعد ما الدونات يبرد خالص، اجيب شاليمو وابتدي افرغ من جوه عشان اقدر احشي فيه. ما عندكيش شاليمو كده تخين، ابتدي هاتي بحرف السكينه بالراحه من غير ما تبوظي الدونات من الناحيه التانية، ونبتدي نحشيها من جوه، نملاها للاخر زي ما تشوفوا كده لغايه ما تطلع لغايه بره كده. عايزه اقول لكم بامانه، طعم الشوكولاته او الكندر او الكريمه اللي احنا عملناها دي، حتى لو عملتيها بيضه من غير ما تحطي اي حاجه فيها، طعمها تحفه جدا. شايفين؟ عايزه اقول لكم بكوبايتين الدقيق عملنا المقدار الحلو ده، وهوريكم واحده لما نفتحها. بصوا، مليانه كريمه من جوه، غير ان العجينه هشه قوي وجميله. يا ريت الوصفه النهارده تكون عجبتكم. هستنى تعليقاتكم، انها بتسعدني جدا. ما تنسيش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، هسيب لكم اللينك. كانت معاكم جهان عادل، سلام.